بيتزا سجق وبطريقة كلش طيبة وناجحة 100%، والعجينة مالتها كلش هشة. جربوها وإن شاء الله راح تعجبكم. أول شي راح نحتاج كوبين من الطحين، خاشوقة ملح، نخلي عليه 25 غرام من الزبدة، 3/4 خاشوقة حليب، بيضة واحدة، خاشوقة شكر، 3/4 خاشوقة خمرة، 3 خواشيق مي حار، ونخبطها. هسه راح نخبطها. نخلي عليها الخمرة اللي سويناها ونخبطها نص جلاس مي. العجينة إذا ماكو مشت عندكم خلوا لها شوية طحين. نبقى نعجن بيه 4 دقائق الى العجينة تصير هيك عندنا. هسه راح نخليها هنا ونرش عليها شوية زيت ونغطيها بورق نايلون ونتركها تختمر من 30 إلى 40 دقيقة. هسه راح نبدأ نجهز الصلصة. راح نخلي 3 طماطات محضرة الطعام. راح ننزل بالطاوة وراح ننزل عليهم فلفلاية خضراء، ربع خاشوقة ثوم مجفف، ربع خاشوقة بصل مجفف، رشة خفيفة فلفل أسود، ملح، خاشوقة أوريجانو. بعد ما نشف عندنا المي راح نطفيه وننتظره لحد ما يبرد. بعد ما بردت عنده راح ننزلها بمحضرة الطعام مرة أخرى. ربع خواشيق من الكاتشب، تقريبا راح نخلي خاشوقتين زيت. هسه راح نخبطهن. هسه الصلصة صارت عندنا جاهزة. بعد 40 دقيقة هسه العجينة صارت عندنا جاهزة. نرش طحين من هنا نرفع الأطراف مالتها. بعدها بالشيبق. هسه راح نفرشها بالصينية. هسه بعد ما فرشنا العجينة راح نخلي الصلصة. هسه راح نخلي الجبن ونوزعه. أنا استعملت هذا النوع من السجق. قطعها هيك بهذا الشكل. نسويه شرايح خفيفة حتى تستوي عندنا. وآخر شي راح نوزع السجق. هسه راح اخليه بالفرن على درجة حرارة 250. بعد أقل من 10 دقائق طلعناها من الفرن وصارت عندنا جاهزة، وهذا شكلها النهائي. يا ريت تجربوه وتكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات.